السلام عليكم ماميات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ ياك بخير؟ ناشطين ماشطين؟ نتمنى لكم يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد ونهار جديد، نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفيديو ديال اليوم البنات كما شفتوا في العنوان موضوع خطير، موضوع مهم بزاف اللي شحال من واحد ما كيردش ليه البال، وهو الموضوع ديال التنمر. اشنو هو التنمر؟ باللغه الدارجه هو التعدي. ما كاينش شي كلمه اخرى من غير هذه. التعدي يعني شكون اللي كيتعدى؟ هذا اللي كيتعدى على ولدك هو المتنمر، والتنمر هو التعدي. دونك البنات الموضوع هذا ما خصناش نغمضوا عليه عينينا، لانه موضوع خطير بزاف. الا كتسمعوا في لي زانفو ولا كتسمعوا في لي ريزو سوسيو بانه كاينين اطفال واولاد ومراهقين كينتحروا بسبب التنمر. كاين التنمر النفسي وكيقدر يجي من لونتوراج، يعني المحيط ديالك، وكيجي من الانترنت، يعني التنمر الالكتروني، وكاين تنمر جسدي. هنا باش غنعرف ان ولدي اولا بنتي كتعرض للتنمر، هو انك كتشوفي ولدك كان في واحد الحاله ولا في حاله اخرى. ملي كيولي ولدك ما كينتبهش بزاف، ما بقاش باغي يمشي للمدرسه، اولا كيقول لك حوليني من المدرسه اذا كان كيبغي المدرسه، ولكن للاسف انه كيقول لك حوليني من المدرسه، حوليني من القسم. وشفتي ولدك ولا انطوائي ولا كيحشم، ما بقاش بغى يخرج يلعب مع الدراري، كيجيو الدراري بغاو يلعبوا معاه في الدار العائله، ما كيبغيش يخرج. ملي كتشوفي ولدك النقط ديالو وبداو كينزلوا، هنا تعرفي ولدك شي حاجه ماشي هي. في عوض ما تبداي اولا تشوفي ولا عصبي اولا المهم ما بقاش الكاركتر ما بقاش هو كما هو. في عوض ما تبداي تلوميه وتبداي بيني، يعني تعاقبيه، ضروري تشوفي السبب. امتى غادي تبداي تعاقبيه؟ اذا كان الدري هو هكاك اصلا، هو هكاك تبداي تعاقبي. ولكن ملي تشوفي الدري كان هاك وتبدل دغيا دونك كاين شي مشكل هنا. واشنو هو المشكل؟ خاصك انت تقلبي عليه. ولدي بغى يبدل المدرسه، ولدي ولا هادي ولا هاد، شنو الواقع؟ كتجي تسوليه ما كيبغيش يجاوبك. بطبيعه الحال هو جات المرحله الاخيره ملي ولد كيولي انطوائي ولا كيبغي يبدل المدرسه، كتولي المرحله الاخيره ديال التنمر اللي واقع عليه. علاش ما جاش عندك ولدك وعلاش ما شرحش لك؟ ويمكن كان قالها لك في الهضره وما رديتيش البال، ممكن قالها لك وانت بديتي كتردي عليه ولا تعصبتي علاش داروا لي هكا وانت ما رديتيش، مابقاش باغي يقول لك. ممكن حيت انت ما كتثقيش فيه، ممكن حيت هو اصلا ما عندوش ثقه في نفسه بطبيعه الحال، لان لا باز ما دارش. كاين بعض الامهات اللي غير ولد وخليهم يكبروا كما كبرنا حنا. هنا هذا هو الغلط، لانه ولدك ما بقاش عنده ثقه ديالو في نفسه، اولا كيكون اولا اصلا هو اصلا ما عارفش راسو انه كيتعرض للتنمر، ما فاهمش اشنو هو التنمر. وبالتالي هذه النصيحه الاولى اللي غادي نحطها في الفيديو، تمشيو دابا عند ولادكم وتقولوا لهم اشنو هو التنمر. هو التعدي، لا شي حد كيتعدى عليك جسديا او لفظيا، يعني بالخبث. يعني شي واحد مثلا كيضربو خفيه، او لا يلوح ليه الهضره خفيه على المراقب يعني المعلم. هنا هذا تنمر، يعني ما يقدرش يتنمر عليك قدام الاستاذ. الا هذا هو التنمر، خاصك تشرحيه لولدك، تقولي لي شنو هو التنمر. وخصوصا هنا غادي تعرفي واش غيقدر يجاوبك ويقول لك فعلا عارف او لا فعلا كيوقع لي هادشي. هنا غادي تجبدي منه الثقه ديالي فيه، انا نثيق فيك ولدي، يعني عاود ليا انا ثقه فيك وانا معاك ونعاونك. الا اقتضى الحال انا معاك ونعاونك. ملي تبداي تجبدي منه الهضره ما تقطعيش، ما تبقايش تلوميه، ما تبقايش تغوتي وترد ديري رده فعل اللي كان خاصو يديرها هو وهو ما قدرش يديرها. هنا خاصك تبداي تسمعي لولدك وانتي كالميه، كتسمعي ليه وانتي كتسمعي ليه بحب وبالعاطفه ديالك كأم، ماشي كوحده اللي خاصها تبدا تلوم في ولدها. حقا تعرضتي علاش ما درتيش، علاش ما قلتيش، علاش هادي سي ترو طار داكا. الا ما قدرش يتجاوب معاك، هنا مثلا تقدري ديري واحد الحل، انك تشعلي واحد الفيلم وتشوفوا داك التنمر، تشوفي الدري كيتنمر على دري، وهنا تبقاي تجاوبي معاه. شتي التنمر شحال خايب؟ واش عمرك سمعتي شي حد كيتنمر عليه شي حد؟ واش وقعت لك انت ولا وقعت لصحابك؟ هنا غادي يبدا يطلق لسانه. ياك ملي غيبدا يطلق لسانه ويبدا يعاود لك،
هنا غادي تبدا المرحله الثانيه، وهو انك كيفاش غتحلي المشكله. في الدول الاوروبيه ممنوع انك تهضري مع المتنمر. تقدري تهضري مع والديه، ولكن الطفل بحد ذاته ما تهضريش معاه. حنا في الدول ديالنا العربيه عندنا الحق، يعني ماشي عندنا الحق ان نضربوهم، ولا عندنا الحق اننا ندويو ملي كنشوفوا ولدنا كيتاهدى عليه. هذه عادي جدا، هكا. دونك انت ما عندك فرصه انك ملي تهضري مع المتنمر ما تهضريش معاه بعاطفه، او ما تضربش وليدي، راه وليدي ضعيف، راه ما تبقاش هادي، راه هادي ديك الطريقه اللي يعني الطفل راه كيحس كيفاش كتهضري، يحس بالعاطفه. هنا كتعطيه السلطه على ولدك بانه غيبقى دائما يتنمر عليه. وبالتالي ملي تبداي تهضري مع المتنمر ضروري تهضري وانت حزم، وانت في حزم، يعني جديه، ما كتضحكيش هنايا. دونك هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه وضروريه ما ديرها هي انك تعلمي الاستاذه او المعلم زائد الاداره. يعني ضروري خاصهم يعرفوا شفويا واشنو واقع لولدك، باش هما يراقبوا عن بعد اشنو واقع ما بين دوك جوج دراري. لان المتنمر غالبا كيدير داكشي وراء الاستاذ، يعني الاستاذ غادي يبدا يراقب عن بعد اشنو واقع. الا فعلا غادي، الا كانت يعني مراقبه صارمه فعلا، غادي يديروا رده فعل، وهو انهم غادي يعيطوا لوالديه ويديروا معاهم يعني اللازم. المهمه ديالك نتيا انك تعطي لولدك واحد القيمه، انه خاصو يعرف انه عنده قيمه كبيره. وانا غادي نعطيكم واحد المثال انا شفتو في واحد الفيديو تقدروا تتعاونوا به. غادي تشدي غنعطيكم المثال وانتم شدوا ديروا اللي بغيتو. المهم هاد السيده شدات واحد 5 دولار، عطاتها لبنتها، قالت لها شنو هي هذه؟ قالت لها 5 دولار. اوكي 5 دولار واش عندها شي قيمه؟ يعني تقدر تشري لك شي حاجه. قالت لها تشري لي مثلا لا كلاص، دونك عندها قيمه. قالت لها تسنى، هاد 5 دولار كمشتها مزيان حتى ولات حبه، من بعد حلتها. قالت لها شتي شنو وقع 5 دولار؟ قالت لها كمشتيها. قالت لها واش عندها شي قيمه؟ وي عندها مازال قيمه. واش قدرت تشري بها لا كلاص؟ مازال نشري بها، دونك مازال عندها قيمه. اوكي ده هكا اللي كيوقع المتنمر عليه. المتنمر كيحاول يكمش الدري، كيكمشو، وبالتالي عند بالو هو هرس له القيمه ديالو، ولكن الدري راه مازال عنده قيمه. ملي لا حلينا راه مازال عنده القيمه ديالو. شنو هو داك التكماش؟ هنا غنهضر معكم انايا بداك التكماش. هو ان داك المتنمر ملي كيشوف ولدك كيقرا مزيان، كيشوف ولدك نقي، كيشوف ولدك مواظب، كيشوف ولدك محبوب من طرف الاساتذه، فهنا كتشدو الغيره. انا غنقول غيره، انا ما غاديش نقول غيره غير عاديه، غيره غتكون عندها اسباب نفسيه وراء يعني داك المتنمر شنو واقع عليه في دارو. دونك اش كيحاول يهرس كاع دوك المواصفات اللي في ولدك، يكمشوا ويهرسوا. هنا باش تقولي لولدك بان داك المتنمر راه فقط غيره، وفقط عنده مشكل مرض نفسي اللي كيحاول يهرسك، وانت عمر القيمه ديالك ما غتنزل. انت قيمتك كبيره. اوكي يعني عطيتكم مثال باش تقولوا لولدكم باش يعرف نفسه. دائما كما قلتها في الفيديو اللي هذه عامين هذه باقا نتذكر شاف المشاهده كبيره وباقي لحد الان كيطلع، انك تواجهي ولدك وتحطيه قدام المرايه بشكل صباحا في العشيه من قبل ما يمشي، وتقولي لي شوف انت، شوف راسك، شوف حس براسك، شوف انت واش زوين، قول انا زوين، قول انا مجتهد، قول انا واعر، قول انا غزال، قول انا محبوب. يعني هذاك كتقولها لنفسك في المرايه، كتعطيه واحد القيمه، واحد طاقه ايجابيه، واحد ثقه في نفسه. كيولي عنده ثقه في نفسه بزاف كبيره، وبالتالي ولدك كتهيئيه قبل ما يمشي للمدرسه. زائد ان في الدار ملي كتكوني جالسه وكتهضروا كما قلتها في الفيديو السابق، عمرك ما تقلي من قيمه ولدك في الطابله، عمرك ما تقلي من قيمه ولدك الا دار شي حاجه وانت بطبيعه الحال انت كبيره غادي ديريها شي حاجه واو. ولدك صغير يديناتو صغير عقلو صغير غادي يدير على حساب، يعني مثلا شد هاد الحوايج طواهم هكا وحطهم، هو راه حطواهم عن بالو راه دار شي انجاز. دونك ما جيتش نديرها شي هذا الطويان ماشي هذه لا، هنا كتنزلي ليه من القيمه ديالو، وبالتالي في النفس ديالو كيقول ما درت والو، ما عندي ما غندير، ما نقدرش نوصل لذاك النيفو اللي باغاني هي، ما عمرني ما غادي نوصل ليه. لا، خاصك ديري دائما تقولي واو واعر، ولكن غد ليه توريه
ها انت شوف ولدي الا درتي هذه ها كيفاش دير لها واش دير لها ودير لها. اليوم غيديرها مخربقه، غدا غيديرها مخربقه، بعدا غيديرها مقاده. اكيد حنا كنتعلموا كل نهار كنتعلموا، ماشي انت معلمه غادي تقولي صافي انا معلمه الدنيا كامله كنعرف كل شيء. انت راك كتعلمي في هذه الحياه، حنا كلنا كنتعلموا. دونك الدري مادام باقي صغير مازال غادي يتعلم، ولكن ما نحبطوش، دائما نعطيه قيمه في الكلمه. عطى رايه نعطيه قيمه، عطى جبد شي حاجه وقادها نعطيه قيمه، جاب المعدل تبارك الله على ولدي، ولكن ما ننزلش من القيمه ديالته. هنا كتعزي ليه الثقه وكيتصاحب معاك. شي لا تصاحب معاك ولدك كون على يقين انه غادي يعاود لك كل شيء. عزي ولدك الثقه ديالو في نفسه، ديكلاري عند المعلمه والاداره شفويا في المرحله الاولى، زائد انك تمشي عند المتنمر او والديه. الا هضرتي مع المتنمر ديريكتومون هضري بحزم، هضرتي مع والديه يكون احسن. ما غاديش نقول لولدي بعد منه ما تقربش ليه، راه الا بعدت منه راه غادي ما غاديش يوصلك. هذه اكبر غلط غديريه، لان المتنمر هو المصيده ديال كيما نقولوا الضحيه ديالته هو داك الدري اللي كيبعد منه، كيعجبهم داك الدري اللي كيبعد منه، داك الدري الانطوائي، داك الدري اللي باغي يهرب من المشاكل هما اللي كيمشيو عنده. دونك خاصو ضروري من المواجهه، مواجهه من طرف الاداره. يعني غادي تواجهي تقولي لولدك ماشي هذا ضعف منا غنمشيو للاداره، من الاداره غادي تقوم بلازم اكبر فوق منا كنقدروا حنا نديروا اللي علينا، وهما غيديروا شي حاجه اكثر. اوكي. دونك الا درتي هادشي كامل والمتنمر مازال قايم بالواجب ديالو اولا بالعمل ديالو، انتي دابا هنا كيبقى الدور ديال الطبيب. ضروري تمشي عند الطبيب يفحص ولدك ويشكي عليه ولدك، وهو غادي يدير شهاده طبيه بان ولدك فعلا كيتعرض للتنمر. هنا هذيك الشهاده الطبيه مع طلب كتابي صيفطيهم ريكوموندي الاداره وريكوموندي النيابه. ملي كتصيفطي داك الريكوموندي ما عرفتش واش تخرج ليا، ملي كتصيفطيه للاداره والنيابه هما كيقوموا باللازم. ما تحوليش ولدك من المدرسه كغالب الامهات كيديروها. انا درتها وندمت. المتنمر هو اللي خصو يبدل المدرسه ماشي نتيا. دونك انت ملي كديري هذه الخطوه بان عندك ولدك تعرض للتنمر ونفسيا وجسديا، بعض المرات ملي كيكون جسديا كاينوا الاثار، تصوري تمشي للطبيب يصور ويعطيك تقرير، هنا كتوري النيابه بان ولدك وصل لمرحله خاصو حل، وبالتالي هما كيديروا الحل المناسب. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش لايكات، واللي مازال ما اشتركتش في القناه نزل على واحد زر الاشتراك وتفعل الجرس باش اذا تحط فيديو جديد يوصلكم ان شاء الله. كنقول لكم تهلاو في راسكم، تهلاو في وليداتكم، تصاحبوا مع وليداتكم. راه اهم حاجه هي الصحبه مع الوليدات اللي ما غاديش اللي غادي تلقاو ليها غتلقاو سهوله في التعامل معاهم. اوكي. تهلاو في راسكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.